السلام عليكم. شهدت مدينة عين البيضاء والتابعة لولاية أم البواقي بعد صلاة عشاء الاثنين جنازة مهيبة لشاب 28 من العمر دفع روحه ثمنا لشهامتها بعد أن دفع عن شابة لجأت إلى محلها خوفا من بطش 3 شباب كانوا مستهلكين للممنوعات، والذين قاموا بدفع الشاب بالقوة والفرار إلى وجهة مجهولة. وقد انتشرت صور الشاب وما قام به في الأيام الماضية عندما كان يرقد في مستشفى قسنطين الجامعي بن باديس ما بين الحياة والموت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن مشيئة الله أرادت له مغادرة الحياة الدنيا زوال الاثنين أمام صدمة أهله وأصدقائه وكل الذين يعرفون الشاب سيف الدين ديار الطيب والخلوق، والذي أعيد إلى مسقط رأس مدينة عين البيضاء ليدفن في مقبرتها المركزية.